المانجا باظت والمانجا باظت الاهلي يغلب الاسماعيلي 1-0 بنفس نتيجة الدور الاول في مباراة شهدت تعديل كامل من مارسيل كولر لكل الاخطاء اللي عملها في ماتش فيوتشر. مباراة قدم فيها الاهلي كل حاجة الا ان هو يسجل اهداف كتير. هنتكلم عن كل التعديلات اللي عملها مارسيل كولر قدام الاسماعيلي في حلقة جديدة مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد، وقبل ما ندخل حلقتنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان خاطر توصل لك كل حلقاتنا الجديدة، ودعما منك عزيزي تعمل لايك وشير للفيديو. اهلا بيك. كلاسيكو الاهلي والاسماعيلي من اقدم الماتشات في تاريخ الدوري المصري الممتاز منذ بدايته سنه 48، حتى رغم الظروف اللي بيعاني منها الاسماعيلي في اخر 10 سنين من ان هو دايما بيصارع ان هو يهرب من نفق الهبوط، وبينجو كل موسم باعجوبه، خاصه الموسم اللي فات والموسم ده قاب قوسين او ادنى من ان هو ينزل الدرجه الثانيه. الا ان برضه ماتش الاهلي والاسماعيلي دايما بيبقى من الماتشات القويه جدا ومن الماتشات الصعبه جدا على الفريقين. الكابتن حمزه الجمل المدرب الحالي النادي الاسماعيلي ومنقذه السنه اللي فاتت من شبح الهبوط، جه السنه دي في مهمه صعبه جدا في 8 فرق بتصارع على ان هي تهرب من النفق المظلم بتاع الثلاثي الهابط. لو خرجت منهم حرس الحدود عندك 8 فرق تقريبا بيصارعوا ان هم يخرجوا من النفق المظلم بتاع الثلاثي الهابط. تقريبا موقفهم هو والغريبه ان ال8 فرق هيلعبوا بعض. عندك غزل المحله وكمان معاه الداخلية، الاثنين عندهم 32 نقطة، أسوان وطلائع الجيش عندهم 33 نقطة، الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا عندهم 34 نقطة، والبنك الأهلي عنده 35 نقطة، وكمان سموحة عنده 36 نقطة. الثمان فرق دول ماتشاتهم اللي جاية هتحدد بشكل كبير قوي اللي هيهبطوا مع حرس الحدود. ماتش الاسماعيلي كمان قدام الاهلي كان فرصه ذهبيه، لان هو كان عنده 3 ماتشات منهم الماتش المؤجل قدام الاهلي. لو كان قدر يخرج بنقطه بس قدام الاهلي كان هيبقى عنده 35 نقطه زيه زي البنك الاهلي، وهيلاعب الداخليه احد الفرق اللي بتصارع معاه ان هي تهرب من قاع الجدول. هيبقى ماتش صعب جدا، احتمال بشكل كبير اللي يغلب منهم يفضل في الدوري. الداخليه اخر فرصه تقريبا بالنسبه له قدام الاسماعيلي، عنده 32 نقطه، لو قدر ان هو يغلب الاسماعيلي هيبقى عنده 35 نقطه، هيبقى فارق عن الاسماعيلي بنقطه واحده بس. لو الاسماعيلي غلب هيبقى عنده 37 نقطه، وهيبقى بشكل كبير هرب من ان هو يهبط لدوري الدرجه الثانيه الموسم الجديد. كولر بدا قدام الاسماعيلي تغيير 5 من التشكيل الاساسي اللي لعبوا قدام فيوتشر في المباراه الاخيره: قفشه، عبد القادر، رامي ربيعه، خالد عبد الفتاح، وكمان محمد شريف. الخماسي اللي ظهر في تشكيله النادي الاهلي الاساسيه فرقوا كتير قوي مع اداء النادي الاهلي قدام الاسماعيلي. وزي ما اتعودنا من مارسيل كولر ان هو بيسمعنا تقريبا، مارسيل كولر عالج كل الاخطاء اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت. اول خطا اتكلمنا عليه ان كان في دايما مس باص من القندوسي ومروان عطيه في نص الملعب. ما شفناش تقريبا طوال مباراه الاسماعيلي اي مس باص في نص الملعب. لعيبه النادي الاهلي في نص الملعب سواء كان قفشه او ديانج او مروان عطيه كانوا بيحافظوا على الكوره بشكل ممتاز، وكانوا بيباصوا باصات ممتازه الى حد كبير جدا. تاني حاجه برضو اتكلمنا عليها وهي النقص العددي جوه منطقه الجزاء، ودي قدر يتغلب عليها مارسيل كولر بعد رحيل حمدي فتحي، ان هو يدخل بيرسي تاو واحمد عبد القادر في منطقه الجزاء مع محمد شريف، وكمان معاهم ديانج وقفشه بالتبادل. يعني لو قفشه جوه منطقه الجزاء ديانج بيبقى مستني بره، ولو ديانج هو اللي جوه قفشه هو اللي بقى مستني بره. يعني خلق كثافه عدديه كبيره جوه منطقه الجزاء، وده اللي ما شفناهوش في ماتش فيوتشر. واخر حاجه اتكلمنا عليها من مشاكل النادي الاهلي قدام فيوتشر هي عدم دقه التسديد من خارج منطقه الجزاء، وده الى حد ما اتحسن بشكل كبير جدا في مباراه الاسماعيلي. يعني التسديدات كلها تقريبا ما عدا تسديده قفشه كلها كانت ما بين الثلاث خشبات، سواء من احمد عبد القادر او من مروان عطيه او حتى من محمد شريف.
كمان الاهلي رجع لطريقه لعبه من ان هو بيضغط دايما من قدام عشان خاطر يمنع الخصم ان هو يستحوذ على الكوره ويبقى عنده فرصه كبيره ان هو يرجع الكوره بشكل سريع. الاهلي ضغط الاسماعيلي في اول 25 متر بس، يعني نادي الاسماعيلي كان معصور حرفيا جوه منطقه جزاءه وجوه نص ملعبه، ما كانش قادر ان هو يخرج بالكوره من نص ملعب النادي الاهلي. القوه اللي كان عاملها النادي الاهلي في الضغط وفي استرجاع الكوره خلت الاسماعيلي تقريبا ما يهددش مرمى الاهلي طوال الشوط الاولاني بالكامل. تخيل انت، ما كانش فيه غير كوره واحده بس اللي قدر يهرب منها عبد الرحمن مجدي من ناحيه علي معلول، هي الكره الوحيده اللي اتلعبت من الاسماعيلي طوال الشوط الاولاني. غير كده الاهلي فعلا حرفيا عصر لعيبه الاسماعيلي عشان خاطر يستحوذ على المباراه بشكل كبير. كمان مارسيل كولر خلق حريه حركه ما بين تاو وعبد القادر في تبادل المراكز ما بينهم وبين بعض، وما بين قفشه واليو ديانج برضه وتبادل المراكز بينهم وبين بعض، واللي شكل بشكل كبير ارتباك في خط نص الاسماعيلي وخط دفاعه. لكن كانت مشكله الاهلي هي الكثافه العدديه اللي كان عاملها الكابتن حمزه الجمل قدام منطقه الجزاء. كان بيلعب تقريبا بتشكيله 4-5-1. الخماسي اللي قدام منطقه الجزاء كان عامل زحمه كبيره من عدد اللعيبه اللي كان موجود قدام منطقه الجزاء، وده ما خلاش الاهلي يقدر يخترق من العمق، واعتمد على ان هو يخترق من على الاطراف. وهنا نجح علي معلول في ان هو يعمل جبهه خطيره جدا مع احمد عبد القادر، اللي نجحوا في اكتر من كوره ان هم يخترقوا من الناحيه الشمال ويهددوا مرمى احمد عادل عبد المنعم. ابرزها طبعا فرصه محمد شريف اللي ضيعها، وكانه بيمرن احمد عادل عبد المنعم، وكانه نسي ان احمد عادل ساب النادي الاهلي وبقى بيلعب في الاسماعيلي. كوره كان ليها اكتر من حل يقدر محمد شريف يسجل بيه جون بسهوله. انت وانت بتلف كان ممكن تلعب الكوره في الزاويه البعيده، كان حتى لو قدر يطلعها احمد عادل كان يطلعها بشكل ان هي تبقى جوه منطقه الجزاء، يعني كان ممكن تخبط في اي حد وترد تاني جوه الجون. لكن محمد شريف اختار ان هو يشوطها بالشكل السيء ده فتروح سهله لاحمد عادل. لكن هنا انا عايز اقف عند حاجه تحديدا في الشوط الاولاني، هي عبقريه مارسيل كولر. الراجل ده يا جماعه مش مدرب جاي يقضي واجب وخلاص، مش مدرب جاي يعمل اللي عليه وبس، لا مش بس كده، ده هو الراجل بيحاول يطور اللعيبه كلهم. كل لعيب جوه المنظومه وجوه الترس بتاع النادي الاهلي بيتطور، كل اللعيبه بتنفذ تعليمات الراجل عشان خاطر تبقى موجوده في الملعب. وابرز مثال على كده قفشه وعبد القادر قدام الاسماعيلي النهارده. قفشه اللي كان بيقوم بدور صانع الالعاب ايام موسيماني وما كانش بيرجع ابدا يغطي دفاعيا، وكان بيعتمد بس ان هو يضغط على دفاع الخصم. قفشه النهارده بنشوفه بيأدي ادوار دفاعيه ممتازه ممتازه ممتازه. يعني قفشه كان بيزيد كنمره 8، وكان بيتبادل المراكز ما بينه وبين اليو ديانج سواء على اليمين او على الشمال، وكمان كان بيغطي في منطقته اللي كان بيبقى مسؤول عنها تغطيه ممتازه، وبيقدر ان هو يقطع الكوره بشكل كويس. يعني انت كان عندك ثلاثي في نص الملعب سواء كان قفشه او ديانج او مروان عطيه، كانوا ممتازين جدا في ان هم يستردوا الكره الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي، وكانوا مانعين خط هجوم الاسماعيلي اللي كان بيتكون من ثلاثي خطير جدا من ان هم يستحوذوا على الكوره او ان هم يشكلوا اي خطوره على النادي الاهلي، سواء عبد الرحمن مجدي او حتى الشامي او حتى مدبولي. الثلاثي كان معزول تماما عن خط نص الاسماعيلي، وكان الاهلي مسيطر تماما بسبب قفشه وديانج ومروان عطيه على الكوره. مش كده وبس، ده قفشه كمان الهارموني والتجانس اللي كان ما بينه وما بين بيرسي تاو واحمد عبد القادر كان مخلي التفاهم ده يعمل خطوره كبيره للنادي الاسماعيلي. وكمان التبادل بين المراكز وبين بعضها خلى الاسماعيلي مش قادر ان هو يمنع هجوم النادي الاهلي ان هو يشكل هجمات خطيره على حارس مرماه احمد عادل. مش قفشه بس مثال لتطوير كولر للاعيبه النادي الاهلي، احمد عبد القادر كمان ولعبه الايجابي النهارده قدام الاسماعيلي من اهم الحاجات اللي بينت ان الراجل بيطور في اداء لعيبته. احمد عبد القادر بنشوفه النهارده بيباصي لعلي معلول، في معظم الماتشات اللي فاتت كنا بنشوفه بيفضل ان هو يرقص ويروح لوحده، لا النهارده شفنا تجانس بينه وبين علي معلول واداله في اكتر من موقف الكوره عشان خاطر يلعبها عرضيه، وده اللي ميز الاهلي الشوط الاولاني. كمان تسديدات احمد عبد القادر على المرمى والكره الرائعه اللي جت
في السوكه بتاعه احمد عادل عبد المنعم. كوره رائعه وكوره ار2 زي الكتاب ما بيقول، وحظه وحش جدا انها ما جاتش جون. كان هيبقى جون عالمي لاحمد عبد القادر اللي بيتميز الفتره الاخيره ان هو بيسجل دايما اهداف جميله. بجد شابوه لمارسيل كولر على تطوير الاداء لكل اللعيبه دي. بجد شابوه لقفشه واحمد عبد القادر ان هم التزموا بكلام الراجل في الملعب وابتدوا يطبقوه، وكمان ابتدوا يتمرسوا في ان هم يطبقوا الكلام بتاع مارسيل كولر جوه الملعب. شابوه لكل لعيبه الاهلي. الشوط الثاني مارسيل كولر كمل زي ما هو ضغطه على لعيبه الاسماعيلي، لا وابتدى اكتر ان هو يضغط من ناحيه الجناب. شفنا خالد عبد الفتاح بيروح باكتر من كوره من ناحيه اليمين. كمان الكوره اللي سجلها الاهلي هدف، كوره بتبين لك قد ايه مارسيل كولر اتعلم من اخطائه اللي فاتت. شوف كام لاعب متمركز جوه منطقه الجزاء قبل ما توصل الكوره لبيرسي تاو. حتى في الضربه الركنيه شوفوا الكره لما ردت لخالد عبد الفتاح والكره العرضيه، تمركز تاو ان هو يلعب الكره في الجون الفاضي بالسهل الممتنع ده بيبين لك ان لعيبه الاهلي استوعبت الدرس، وكولر خد باله من اخطائه قدام فيوتشر، واللعيبه نفذت الكلام ده جوه الملعب. بعد الجون الكابتن حمزه الجمل حاول ان هو يهاجم النادي الاهلي بان هو يغير الشامي اللي كان بعيد تماما عن مستواه، ونزل الشبراوي عشان خاطر يشكل ضغط على الثنائي الدفاعي بتاع الاهلي سواء رامي ربيعه او حتى محمد عبد المنعم. والفزلكه الزياده اللي كانت عند الاثنين سواء محمد عبد المنعم او حتى رامي ربيعه سببت في هجمات خطيره على النادي الاهلي. وده اللي اتكلم عليه مارسيل كولر بعد المباراه، ان في قله تركيز من الجانب الدفاعي بتاع النادي الاهلي خلى لعيبه الاسماعيلي يبقى عندها مبادره هجوميه وتهدد مرمى النادي الاهلي. ابرز كوره اللي شفناها الجون اللي اتلغى لنادي الاسماعيلي من فاول وجت في ايد محمد حسن اللي اعترف بنفس ذات نفسه مع الكابتن كريم حسن شحاتة بعد المباراة ان الكورة خبطت في ايده وان ما كانش له لازمة الكابتن جهاد جريشة يطلع ويقول ان الفار اخطأ وان هو جاب زاوية مخادعة لحكم المباراة. لا الفار ما اخطأش، واللاعب طلع اعترف بنفسه ان الكورة جت في ايده وان هو كان عارف ان هي مش هتتحسب. كعادة التحكيم المصري اي كورة بتبقى للاهلي او على الاهلي بتبقى محل لغط، وبيبقى دايما فيها قيل وقال، ولا دي جون لا دي مش جون، وكأن الناس كلها شايفة ان الاهلي بيكسب غصب عن الناس. لا الاهلي بيكسب عشان خاطر هو بيتعب وبيعرق في الملعب وبيحاول ويجتهد وبياخد بالاسباب، عشان كده هو نادي البطولات. الاهلي كبير اكبر من اي حد. حتى الكوره اللي اتكلم عليها الكابتن خالد الغندور مذيع المشهور في قناه نادي الزمالك وقناه اون تايم سبورت اللي فيها ضربه جزاء، الكوره ما فيهاش اي احتكاك ما بين محمد عبد المنعم والشبراوي. الكوره ما فيهاش اي احتكاك بالمره، حتى رغم الخطا اللي عمله محمد عبد المنعم عشان فزلكته الزياده ومحاولته ان هو يرقص الشبراوي قطعها منه ودخل جوه منطقه الجزاء، لكن محمد عبد المنعم نجح ان هو يعالج خطأه ويقفل المساحه على الشبراوي. مفيش اي احتكاك فراح واقع جوه منطقه الجزاء، والكوره ما فيهاش اي ضربه جزاء بالمره. مارسيل كولر عمل شويه تغييرات حاول ان هو ينشط بيها اداء النادي الاهلي في نص الملعب وعلى الاطراف. شفنا محمد الضاوي كريستو نزل وخد دقايق اكتر الماتش ده. محمد الضاوي كريستو لاعب ممتاز جوه النادي الاهلي، لكن مشكلته ان هو صغير في السن، ما لعبش مع اللعيبه دي فتره ان هو ياخد عليهم ويندمج معاهم. محمد الضاوي كريستو لعيب ممتاز وعايز ياخد فرصة اكتر من كده، واتوقع ان هو في الموسم الجديد هيبقى احد اعمدة النادي الاهلي الرئيسية، وممكن يبقى النجم الاوحد جوه النادي الاهلي. تغييرة محمد فخري ومحمد هاني ما اثرتش كتير، رغم ان محمد هاني يبان فعلا ان هو معدن كابتن النادي الاهلي. بعد احتكاك من باهر المحمدي نجم وكابتن نادي الاسماعيلي مع جمهور النادي الاهلي، راح محمد هاني بيتكلم معاه انه ما ينفعش يتكلم او يشاور باشارات لجمهور النادي الاهلي العظيم، وكان بسببه احتكاك ما بين باهر وبين محمد هاني وكل واحد فيهم خد انذار. محمد هاني هو ده الكابتن الحقيقي للنادي الاهلي اللي بيدافع عن تيشيرت النادي الاهلي وعن جمهور النادي الاهلي. كده الاهلي بالفوز ده بيفضل على صداره جدول الدوري المصري الممتاز ب 72 نقطه. الاهلي بيبقى فارق بينه وبين بيراميدز اقرب ملاحقيه 5 نقط. الاهلي بينه وبين الفوز بالدوري 5 نقط. الاهلي قدامه ماتشين، الماتشين الجايين
لو قدر يغلب الاتحاد وبعد كده يغلب الزمالك هيبقى ضمن الفوز بالدوري بشكل رسمي. الاهلي بينه وبين ان هو ياخد البطوله 5 نقط بس. الاهلي البطوله بتقرب من دولابه في مقره في فرعه الرئيسي في الجزيره. الاهلي ان شاء الله باذن الله هيحصل على الدوري رقم 43 في تاريخه عشان يتفرغ للبطولات اللي جايه. عندك كاس السوبر الافريقي وعندك كمان السوبر ليج الافريقي، بطولات مهمه وصعبه على النادي الاهلي. واهم حاجه في الفتره اللي جايه ان الاهلي يخلص صفقاته بدري قبل البطولات دي. سيره الصفقات بقى، الاهلي اعلن بشكل رسمي رحيل حمدي فتحي لنادي الوقرة القطري. حمدي فتحي من اهم اللعيبه اللي دخلوا النادي الاهلي في الفتره الاخيره. حمدي فتحي وجه رساله شكر وتقدير لجمهور النادي الاهلي بعد رحيله بشكل رسمي عن النادي الاهلي لنادي الوقرة. حمدي فتحي من اللعيبه الرجاله اللي خدموا النادي الاهلي بقلب بجد. بالتوفيق يا حمدي، وان شاء الله تكتب اسمه تاريخ كبير. اللي تاكد رحيله برضه ونادي بوليفار اعلن بشكل رسمي برونو سافيو. برونو سافيو خلاص رحل عن النادي الاهلي. برونو سافيو قصته كلها تتلخص في ان الاهلي كان فاضل في صفقته 700 ألف دولار كان المفروض يدفعها لبرونو في نادي بوليفار، والاهلي رجع برونو لنادي بوليفار وما دفعش 700 ألف دولار، وكمان دفع نادي بوليفار 300 ألف دولار. يعني الاهلي خسر تقريبا في القصة دي مليون دولار او مليون و200 ألف دولار. بس القصة كلها انتهت بأقل خسائر ممكنة عشان خاطر الاهلي يجهز نفسه ويجهز مكان اجنبي جديد يجيبه في الصيف اللي جاي. مفيش اي صفقات الاهلي هيعلن عنها في الفترة اللي جاية قبل ما يحسم الدوري، وممكن ان شاء الله بعد مباراة القمة مباراة الزمالك الاهلي يعلن بشكل رسمي عن صفقته الاولى، وهيبقى نجم الزمالك السابق وخط نصه امام عاشور. وبس دي كانت كل تعليقاتنا وتحليلاتنا عن مباراة الاهلي والاسماعيلي. مبروك للنادي الاهلي الاستمرار على صدارة جدول الدوري المصري الممتاز، وان شاء الله البطولة 43 تنور في الجزيرة بعد مباراة الزمالك. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقة تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة، واستناني في حلقة جديدة مع الباش لعيب، والسلام عليكم.